تعالَ أقول لك على أداة هتغيّر مجرى حياتك في نظام الأتمتة. الأداة اللي قدامك دي اسمها MCP Server Trigger، والأداة دي قادرة إن هي تaccess على الأدوات بتاعتك، وكمان تخلّيها تaccess على أدوات تانية من سيرفر تاني. بمعنى إيه يا إبراهيم؟ بمعنى إن أنا دلوقتي محتاج إن الأداة دي تمام تaccess مثلًا على Google Analytics بتاعي. هاكتب هنا أهوّة Google Analytics، وهابدأ إن أنا أختار Google Analytics، وهابدأ بس إن أنا آخد الlink بتاع الMCP Server Trigger، وهابدأ مثلًا أروح على حاجة زي Claude. Claude ده عبارة عن أداة للذكاء الاصطناعي، أقدر إن أنا أتكلم معاها وأبدأ إن أنا أقول لها ابعت لي التفاصيل، ابعت لي كذا، ابعت لي كذا. كل اللي أنا باعمله بادوس على ال3 شُرط دول، وبعد كده بادوس على File، بعد كده Setting، وبعد كده بابدأ إن أنا أروح على حاجة اسمها Developer، وأبدأ أقول له Edit Config، وهابدأ أضيف لينك الأداة بتاعتي كدهوّة بالمنظر ده، وهيبدأ كلود يظهر الأداة بتاعتي معايا كده. كلود بدأ إن هو يأكسس على جوجل أناليتكس بتاعي، وأقدر إن أنا أدردش مع كلود، وأبدأ إن أنا أبعت له بيانات من جوجل أناليتكس من خلال MCP Server Trigger. لو عايز تفاصيل أكتر عن الأداة دي اكتب لي بس كلمة تم، وهابعت لك الscript وهابعت لك الشرح مجانًا.